السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله من جديد كيتجدد معكم اللقاء على قناة عمي محمد، وحتى لا أطيل عليكم أدخل في تفاصيل قضية اليوم أو جريمة اليوم اللي غترحل بين المدينة مراكش الحمراء. هذه القضية اللي جرات الأطوار ديالها سنة 2009 في واحد الصباح بحي كيليز مدينة مراكش. كيستافقوا الساكنة على واحد الرائحة كريهة كتنبعث من واحد السكن قريب منهم اللي كان عبارة عن فيلا صغيرة. فهاد السكان هذا في الوهلة الأولى اعتقدوا ربما أن الرائحة ربما ديال شي قط متوفي أو كلب أو شيء من هذا القبيل، لكن هاد الرائحة كل ما تزاد الوقت إلا وكتزاد أنها ما كتقطعش، وبالتالي أن حتى الساكن لدرجة أنها رغم أنها سدت النوافذ ديالها لكن هاد الرائحة كانت كثيرة بزاف، الشيء اللي جعل أن الساكنة تعلم السلطات الأمنية. وبعد ما تخبرت السلطات الأمنية، فالسلطات الأمنية من طبيعة الحال كتعامل مع هاد البلاغات أو هاد النداءات ديال الساكنة بوقوع ربما رائحة من تنبعث من بعض الشقق. الساكنة دائما كتكون الحدث ديالها في محله، عارفة أن غتكون شي كارثة أو شي جريمة. بالفعل حلت السلطات الأمنية بعد ما تخبرت النيابة العامة، وهنا غتكون الصدمة. اقتحموا ديك الفيلا، حلوا كسروا الباب، فإذا بهم كيلقاو واحد الرجل ملقى على وجهه مدرج بدمائه. فهنايا كتحمل الجثة إلى مشرح التشريح الطبي. هنايا غتبدا الأبحاث. أول حاجة فهمت السلطات الأمنية أو الشرطة الأمنية بعد ما خلت بعين المكان كانت مصحوبة بعناصر مسرح الجريمة، تخداو بعض الصور احترازية المكان ديال المنزل والجثة وإلى غير ذلك. فهنا كيلاحظوا الشرطة واحد الملاحظة أن الباب غير مكسر، معناه أن القاتل ربما كيعرف الضحية أو أنه صديق ديالو أو ربما بقت في تصفية حسابات. فهنا تحملت الجثة لمسرح التشريح الطبي لمعرفة النتائج ديال الوفاة يعني والطريقة باش تقتل. هنا غتبدا الأبحاث من المحيط ديال المنزل، وغتبدا الأبحاث مع الساكنة. الساكنة كتقول أن هاد الفيلا الصغيرة هي ديال واحد المهاجر مغربي اللي الاسم ديالو دريس كيعيش بالديار الإسبانية. كتقول أنه كيسد هاد الدار ديالو وكيمشي ومرة كيجي. فهنايا بدات كتوسع النطاق الشرطة الأمنية والأبحاث ديالها، توصلوا كذلك بواحد المعلومة من بعد ما خرجت نتائج التشريح الطبية أن القاتل ليس مغربيا بل هو من جنسية سعودية وهو طارق العتيبي. توصلوا كذلك أن طارق العتيبي عنده واحد الشريك ديالو اللي هو سعيد من مدينة مراكش، وبيناتهم واحد الشركة بواحد المقهى كبيرة ومقهى مصنفة. فاستدعاه هنايا سعيد. فسعيد هنا كيقول ودي ان راه بالفعل الصديق ديالو اول ما خبروه بالخبر فتبدل في اللون ديال الوجه ديالو. قال لي ما ودي هذا الصديق ديالي وانا ما يمكنش ليا انني ندير ليه شي مكروه وهذا. وحاول الشراكه، قال لي ما ودي احنا شركاء بعد ما انه مشى وطلب التصريحات الامنيه. قال لهم انا ما نقدرش نقتل سعيد، وتزامنت وقوع الجريمه مع خروج نتائج التشريح الطبيه اللي اكدت ان المواطن سعودي. هنايا جات واحد المعلومه كيقولوا ان سعيد دار لهم بواحد المعلومه. قال لهم ودي راه الصديق ديالي طارق راه كان مأجر واحد المنزل في مكان، وقال لهم بالله كان مأجره من واحد السمسار اللي سميتو عليه. مشاو جابوا هذا السمسار اللي السن ديالو تقريبا واحد 60 سنه. بالفعل هذا عليه قال لي مودي انا كيجيو عندي الناس كنكري ليهم المده ديال 10 ايام اسبوع، ولكن قال لهم جا عندي هذا الطريق هذا ولكن من شي تصرفات يعني ديالو ماشي تليه، قال لهم وخرجته من ذاك المنزل. فهنا رجعوا كيحققوا مع سعيد لانهم شكوا به. فسعيد قال لي ما ودي لانهم لقاو ان طارق العتيبي ليله وقوع الجريمه خرج واحد المبلغ مالي اللي هو تقريبا 20 مليون. قال لي ما ودي شريك ديالي ودير فيه واحد الثقه والمقهى راه كنسيرها بمفردي، داك السيد الله يعمرها دار، وانا ما نقدرش نقتل هذاك الشريك ديالي. قال لهم باش تاكدوا ان ليله وقوع الجريمه انا راه ما خرجتش من المقهى،
وباش تاكدوا من هذا المصدر ديال الخبر ديالي راه صحيح غتسولوا العمال اللي معايا في المقهى. وبالفعل مشاو سولوا العمال، كما انهم داروا التفريغ للكاميرات ديال المراقبه ديال المقهى، وبالفعل تاكد لهم ان سعيد ما تحركش من المقهى، ومن بعد ما سال الخدمه ديالو مشى للمنزل ديالو. هنايا من بعد ما سعيد دار لهم بهذه المعلومه، فهنايا كيتوصلوا بواحد المعلومه اخرى. اول معلومه كيتوصلوا ليها ان صاحب المنزل راه كان مكلف واحد السيد، لان صاحب المنزل بعد ما سمع الخبر باسبانيا وان المنزل ديالو وقعت به واحد الجريمه، غير رجع للمغرب لان الخيوط ديال هذه الجريمه متشابكه. ولكن راه حنا غاديين باش غنوصلوا للقاتل الحقيقي باش ما نحرقوش لكم المراحل. فهنا رجع على عجل من اسبانيا، وكان بواحد الحاله يعني يرثى لها، لانه ما تصورش ان المنزل ديالو اللي بنى عليه عمره وبنى على الطراز ديالو انه يتحول الى مكان الجريمه. هنا استدعوه السلطات الامنيه وحقوا معاه، فتاكدوا من المعلومات ان دريس ما دخلش للمغرب من 2008، يعني ما وطأش قدم ديالو التراب الوطني. معناه ان دريس ما عنده حتى شي علاقه بهذه الجريمه. ولكن دلا لهم بواحد المعلومه، قال لهم ودي انا راه بالفعل ما كنتش كاري الدار ديالي، لان سولوه السلطات واش كنتي السلطات الامنيه واش كنتي كاري لطارق العتيبي. قال لهم ودي انا ما كنت كاري حتى شي واحد، الدار ديالي اثثها فيها غير الاثاث، ما خليت فيها لا ذهب لا حتى شي حاجه. ولكن ملي بغيت نمشي راه وصيت واحد السمسار اللي سميتو حميد، وصيتو رد ليا البال للدار، ومره يجيب شي مولات الميناج تقريبا ديك شهرين دير يعني الميناج للدار. هذا هو اللي كاين. هنا هاد المعلومه هادي ربما نقولوا الخيط، ربما اللي قرب يوصل الشرطه الامنيه ربما المرتكب الجريمه، على الاقل يبان واحد البصيص ديال الامل، لان القاتل ما خلاش يعني البصمات لدرجه انه حتى جرد يعني القاتل جرد الجثه من الملابس ديالها، يعني خلى داك المقتول يعني شبه عاري. فحتى الطريقه يعني باش قتلوه راه طريقه يعني كما كنقولوا حنايا طريقه تنم عن واحد الحقد، لان ربما حل حسب السلطات الامنيه والمختصين في علم الاجرام انه تقتل غدرا، يعني ربما الوقت اللي بغى يحل الباب تعرض لعده طعنات. فهنا حميد استدعته السلطات او الشرطه الامنيه يحققوا معه. بالفعل في الاول نكر، ولكن من بعد غيعترف. فغيعترف لهم بانه اولا ما عندوش علاقه بمقتل هذا الخارجي، هو بالفعل انه اجدر ليه الشقه، قال تقريبا دار معه واحد 10 مده ديال 10 ايام، بان ليه واحد المبلغ مالي مغري. ولكن قال من بعد ما دازت واحد المده ديال 4 ايام غادر مدينه مراكش، لان ساق الخبر انه تقتل ذاك المواطن السعودي داخل ديك الفيلا اللي كرا ليه، وبالتالي مخافه انه يتعرض للاعتقال فغادر مراكش ومشى الى مسقط راسه بالباديه. هنا بعد ما حقوا معاه، فهنايا ما كانتش شي نتيجه، يعني ربما هادو 3 ديال الفرضيات اللي كانت ان الشرطه كتبني عليهم الابحاث ديالها. اولا صاحب المنزل اللي من بعد ما داروا ليه واحد البحث لقاو ان ما دخلش التراب المغربي من 2008. كذلك الصديق ديال السعودي اللي هو سعيد، كذلك الابحاث ما وصلت حتى لشي نتيجه. وبالتالي كذلك الشخص الثالث اللي هو السمسار اللي ربما كان فرضيه انه يكون هو اللي قتل هذا المواطن السعودي، حتى هي ما عطاتش نتيجه، بل هو اكد انه كرا ليه واحد المده معينه. هنا المحققين والشرطه غير رجعوا ينهجوا واحد الطريقه اخرى في البحث، الا وهي انهم يشوفوا الهواتف ديال هاد الاشخاص. فاولا ركزوا على الهاتف ديال سعيد صديق المواطن السعودي طارق العتيبي، وكذلك حميد السمسار. ولكن هنايا هاد الهواتف ما عطات حتى شي نتيجه، من بعد انهم ما طلبوا الاذن من النيابه العامه ومشاو كذلك للشركات ديال الاتصالات اللي مالكه لهاد الارقام هذه، لقاو ان البرنامج اليومي ديال هاد جوج اشخاص خالي من اي شيء ما عندهم حتى شي علاقه بهذه الجريمه. هنا غيمشيو للهاتف ديال المواطن السعودي اللي هو طارق العتيبي الضحيه. ومن بعد ما داروا التفريغ للهاتف كيتوصلوا وكيلقاو ان بالفعل ليله وقوع الجريمه فان طارق العتيبي
كتتصل بواحد الرقم كثر من 6 المرات، يعني ما بين 10 ديال الليل و 11 ديال الليل. هنايا كيلقاو واحد الرقم ديال واحد الاسم، واحد المرأة اللي الاسم ديالها نادية، وهنا غيستدعيوها الشرطة. من بعد ما استدعوها بالفعل أكدت لهم في المحضر ديال الضابطة القضائية أنها بالفعل كتعرف هذا المواطن السعودي، وأنها دايرة معه علاقات تقرب ربما ديال سنتين، وقالت أنه كان كيجي عندها المنزل ديالها لأنها كاره هي وواحد الصديقة ديالها اللي الاسم ديالها خديجة. ولكن حول قضية المقتل كتقول أن ما عندها حتى شي علاقة بالمقتل ديالو، كتقول علاش غادي تقتلو وهو كيغدق عليها بالهدايا والأموال. هنايا غيستدعيو الصديقة ديالها خديجة، هاد خديجة هادي اللي ما عندهاش شي عمل مستقر، كما كنقولوا حنايا ربما من بنات الليل، يعني كل ليلة وفين. هاد خديجة من بعد ما استدعاوها فأول ملاحظة لاحظتها الشرطة أنها مرتبكة في الهضرة ديالها، كتخرج وكتدخل. وهنايا أكدت لهم أنها راه هي اللي قتلت المواطن السعودي، لأن العناصر الأمنية ركزوا عليها مزيان. فخديجة كتقول أن راه كانت هي والصديقة ديالها نادية اللي كاريه هي وياها، وعارفة أن السعودي كيربط واحد العلاقة مع صديقة ديالها وكيجي عندهم مرة، وكتقول أنها كتشوف كيغدق عليها بالهدايا والأموال. وهاد خديجة يعني كانت فواحد الضائقة مالية، لأن ما كتلقاش حتى لدرجة أنها باش تخلص الكرا. خديجة اللي أكدت قالت أنها كانت رابطة واحد العلاقة مع واحد الشخص آخر، ولكن كما كنقول ديك العلاقة كانت غير عابرة. فهنايا اشنو اللي غيجرى؟ فخديجة هنايا من بعد الاعترافات ديالها أكدت أنها فكرت أنها تغير الوجهة ربما لمستقبل أفضل بالديار الإسبانية. قالت دبرت أن واحد السمسار قال لها راه كاين واحد السيد اللي كيحرك، وهنايا خصها الفلوس باش غادية أنها تعطيها للحراق. هنا فكرت مزيان وهي تتصل بهذاك المواطن السعودي، لأن كانت خدات الرقم ديالو وعيطت ليه، قالت له ودي راه خصني شي مبلغ ديال الفلوس. وهذا في الأول رفض، ولكن في التالي خيرها ما بين خيارين، إما أنها تربط معه واحد العلاقة أو أنها باش تاخذ منه الأموال. الأول خديجة رفضت، ولكن في الثاني استجبت للطلب ديالو وبالفعل مشات عنده المنزل، فوعد بداك المبلغ مالي. ولكن كما كتقول خديجة في التصريحات ديالها أنه ما وفاش بالوعد ديالو من بعد ما قضى الوطار ديالو أو الغرض ديالو، فخرجت ولكن هي في النية ديالها أنها تنتقم منه. فغادي تعلم لدى الصديقة ديالها أن راه المواطن السعودي خرج واحد المبلغ مالي اللي هو 20 مليون. وهنا رجعت مع كأن شيئا لم يقع، رجعت العلاقة كأن شيئا لم يقع. ولكن هذه المرة دبرت ليه واحد الخطة جهنمية. كتقول خديجة أنا دبرت على واحد السكين وبالفعل مشيت عنده للمنزل، فقالت الوقت اللي دقيت الباب، الوقت اللي حال لي الباب وتم غادي كنطعنو من الخلف. كتقول كنضربو الضربة الأولى وكنعاودو، وجريتو قالت وعاود طعنتو حتى تأكدت أنه توفى. وبالفعل قالت ما لقيتش داك المبلغ ديال 20 مليون، لقيت غير 14 مليون اللي هزيتها وديت عطيت منها للحراق، الحراق اللي كذلك أنه نصب عليا. وهنايا هاد الاعترافات كانت كافية للعناصر الأمنية. فمن بعد ما تقدمتش أمام العدالة، فالمحامي أو المؤازر ديال خديجة بغى أنه يدافع على الموكلة ديالو، وشاف أن الموكلة ديالو دافعت عن الشرف ديالها. ولكن الكلام كان للنيابة العامة وللقضاء ولوكيل الملك، رأى أن الجريمة مقترنة يعني بالترصد، يعني جريمة ما سابق الإصرار والترصد، وبالتالي أنه حكم على خديجة بالمؤبد. فاش كنستافدوا من هذه الجريمه ديال اليوم؟ ودائما في الحكي ديال قناه عمي محمد كنقولوا ان راه ماشي الهدف من الحكي من القصه هو المتعه او طريقه السرد، بل هي الاستفاده حتى لا يقع المرء في مثل هذه الكوارث. وقبل ما نختم هذه القصه او ختمتها، كنتمنى اخوتي تخليو لنا التعليقات ديالكم، التقييمات ديالكم، وما تساوناش لي لايك ديالكم، وما تساوناش من الاشتراك ديالكم في القناه لكي نواصل هذا المحتوى. تحيات واحترامات قناة عمي محمد.
إلى الملتقى.